الشاب المعجزة القطري غانم مفتاح الملقب بقاهر الإعاقة اختير بأن يكون سفيرا لكأس العالم. وبعام 2002 الأم فرحت عند معرفتها بأنها حامل بتوأم، وأصيبت بمرض سكري الحمل، وأخبروها الأطباء بأن أحد أطفالك أصيب بمرض نادر جدا وهو متلازمة التراجع الذيلي وسيكون بنصف جسد، وجميع الأطباء نصحوها بأن تقوم بعملية الإجهاض ولكن لم تقبل. وولد غانم وبعمر اليومين كان مبتسم. وعند عودته إلى المنزل مع أخيه أحمد لم تكن تعرف أمه ماذا تفعل بسبب صغر حجمه، كانت خائفة بأن تؤذيه فتعلمت وتدربت على كل شيء. وأيام الدراسة كان يعاني من التنمر وينادونه بالسمكة والضفدع والحية، وكان الوحيد أخيه أحمد الذي يظل جنبه في جميع تحركاته. ونجحا سويا وتخرجا من الثانوية بامتياز، وأكمل دراسته في الجامعة. وغانم لم يستسلم ويمارس جميع النشاطات الرياضية، التزلج والسباحة، وحتى أنه يقود سيارة. واليوم سيضيف لمسة رحمانية على حفل افتتاح بطولة كأس العالم بتلاوة آيات من القرآن الكريم أمام الآلاف الحضور في ملعب استاد البيت الذي سيشهد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.